الحمد لله الكريم الجواد والصلاة والسلام على من علم العلماء. إخواني أخواتي، تحية حارة مني. أسأل الله عز وجل أن تكونوا بخير وعافية. معكم الأستاذ شمال عبد الغني، واليوم سوف نتطرق لموضوع عميق وجميل، بل أحسبه من أهم المواضيع التي يجب أن نتوقف عندها، ألا وهو كيف أختار مجال حياتي وتخصصي الجامعي. اليوم سيدي الفاضل، سيدتي الفاضلة، العالم متقدم. فهم المسألة، فهم المعادلة. فمثلا نجد في بعض الثانويات في أوروبا عندما يتحصل الطالب على شهادة البكالوريا تمنح له سنة إجازة. لماذا؟ لكي يفكر فيما يريد أن يفعله في حياته وفي التخصص الذي يريد أن يدرسه. وهذا ثابت في علم التخطيط، يعني كل ساعة تخطيط توفر لك حتى 4 ساعات عند التنفيذ. فما بالك بشخص يخطط لمدة سنة؟ الثانويات في كندا، في أمريكا، فيها مستشار خاص بالتخطيط. فيجب على الطالب أن يكتب رسالة إلى الجامعة التي يريد أن يدرس بها قبل أن يتحصل على البكالوريا. ومع هذا فإن نسبة قليلة فقط تقبل في الجامعات. بل أكثر من هذا، يوجد في اليابان المتطورة، اليابان تطور. يوجد في مدينة صغيرة تسمى كيدزلاند، وفيها عدة تخصصات، مثلا طبيب جراح، مسعف، كهربائي، مذيع إلى آخره. فيدخل الطفل ويجرب، كل مرة يجرب تخصص. الهدف من هذا هو أن يتعرف الطفل على ماذا؟ على ميوله منذ صغره. اليوم في الجزائر عندنا مشكلة أن الطالب لا يعرف كيف يختار تخصصه الجامعي، بل يوجد ناس عندهم 30 40 50 سنة ما يعرفوش كيف يختاروا مجال حياتهم، مازال تالفين. لذلك قررت أن أمنحكم هذه الورشة الإلكترونية القصيرة لكي نتمكن من هذه المهارة. سوف نتطرق اليوم إلى المحاور التالية. سوف نتكلم عن أخطاء الاختيار، بعد ذلك سوف نتكلم عن الركائز الأربعة التي هي الرغبة، الفرصة، القدرة، والدعم. وبعد ذلك سوف نهديكم بعض النصائح الذهبية للاختيار الصالح. فلنبدأ على بركة الله. أخطاء الاختيار. أول خطأ من أخطاء الاختيار هو أن أختار أكثر من مجال. يقول الدكتور طارق السويدان: يجب أن نركز على مجال واحد، أما المجال الثاني فنجعله كهواية. يعني المجال الأول نعطيه حصة الأسد من القراءة، من العلاقات، من المال، من جهدنا، من وقتنا إلى آخره. قد يجيبون البعض ويقول: هناك من عندهم مهارات، وعلماء المسلمين في قديم الزمان كان عندهم عدة تخصصات. أقول نعم، ولكن حسب الإحصائيات التالية فقد وجدوا أن في ذلك الوقت كان يوجد فقط 200 كتاب. يعني عندما تقرأ 200 كتاب سوف تكون متخصص في عدة مجالات. أما اليوم فيوجد ألوفات الكتب. يعني يعني باش تكون فريمون بروفيسيونيل متخصص سبيسياليست حاجة خاصك بزاف. جميل. فالأفضل هو المجال الأول نتخصص فيه، والمجال الثاني الثالث إلى آخره نجعله كهواية. اختيار التخصص عن المال فقط، هذا ثاني من الأخطاء الفادحة. ثالثا، ترك الاختيار للآخرين. يا الله، وكأن حياتي لعب، وكأن حياتي ما تسواش. فأنا أربح البكالوريا وصديقي يختار واش نقرا، ولا مثلا جارتي تختار لي واش ندير. خطأ. هذا خطأ فادح. ف والأكثر من هذا والأدهى والأمر أني أجد بعض الآباء يفورسيو ولادهم باش يقراو تخصص. قال مثلا: إلا ما قريتش الهندسة مانيش نرضى عليك. أولا يا أبي يا أم، اختيار التخصص الجامعي ما عنده حتى علاقة برضا الوالدين. الشيء الأول، لأن رضا الوالدين فيما يخصكما فقط. الشيء الأول. الشيء الثاني، لازم تدعمه في المجال اللي يحبه. الشيء الثالث، نتخيلوا مثلا ندخل مجال هندسة اللي هو ما يحبوش نتفرض عليه، فيمشي يقرا كاره، مستواه يكون ضعيف، ويتخرج كمهندس تحت الضعيف. هذه ما فيهاش نقاش، لأنه لا يحب ذاك الميدان ولن ينجز فيه ولن يبدع. أوكي. الشيء الآخر، احذر من يقولون: إيوا قالوا ذاك المجال مليح. ها، سمعت باللي ذاك المجال مليح، سمعت صافي با دير مليح ليك. بوتيتر ما يوالمش القدرات تاعك، لربما الرغبة تاعك. مي تعرف هاد التخصص سوف تندم. يعني يجب أن تتحرى عن التخصص قبل ما تسجل فيه، يليق ماشي تسمع إلا تحوس. هما هذيك قالوا وسمعت، خطأ. أوكي. يلا، الآن سوف نتكلم عن الأركان الأربعة. فلنبدأ بالرغبة. الرغبة، كيف أكتشف رغباتي؟ يمكن أن تكتشف رغباتك بالطرق التالية. بسيطة.
قراءة كتب، أخذ مواد استكشافية مثلا تسير مات، فيزيك، فرنسية، إنجليزية، شيء سهل. شيء آخر حضور الدورات التدريبية. الأفضل الاستعانة بمستشار للآباء والأمهات، يعني تقدروا تتبعوا المسير الميولات أبنائكم في مسيرتهم الدراسية من الابتدائي إلى المتوسط إلى الجامعي. فهذه بعض الطرق. الفرصة l'opportunité. أولا اختيار مجال ليس فيه زحمة، لأنك عندما تختار مجال فيه زحمة يعني يكون فيه بزاف تخرجات، يعني فرصة العمل تقل. الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا اخترت مجال فيه زحمة يجب تكون دباست الأفضل، يعني تكلاسي الأول ما كاش اللي يفوتك ماجور دو برونش. جميل، باش يكون عندك فرصة أكثر باش تعمل سماتها بإذن الله. ثانيا، لما لا تختار مجال تحتاجه الأمة، تنفع به الأمة، تعاوننا في الازدهار في النمو، نعاود نرجع أقوياء؟ لما لا؟ هذه فكرة. ثالثا، يجب دراسة الفرصة. عندك une opportunité اللي تدرس. لماذا؟ لأن العالم اليوم يتغير بسرعة، سوق العمل يتغير بسرعة، فيليق تدرس الفرصة تاعك. تستعين بمستشار أفضل. القدرة نقسمها إلى يوجد مهارات أو لا يوجد مهارات. عندك مهارات، بيكون عندك بزاف المهارات تتلف لك، فالأفضل أنك تركز على المهارة التي تتقنها. أما اللي ما عندوش مهارات ماذا يفعل؟ إليك سيدي الفاضل تأخذ دورات تسقل مهاراتك وتطور من نفسك. يقول الأستاذ ياسر الحزيمي: كلما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك وقلت حاجتك للناس، وكلما قلت مهاراتك زادت حاجتك للناس، أنت تولي تحتاج بزاف للناس، وزاد استغناء الناس عنك. شحال ما تكون بويسون شحال ما مليح. اوكي، يلا دروك نتكلموا على الدعم، لو سيبور. شكون اللي يعاون؟ لو سيبور نقدروا نجيبوه من المحيط أو من العلاقات. مثلا من المحيط، يلا مثلا حبيت تتخصص في التسويق، المبيعات، في التجارة، في هذه الأمور، وعندك عمك عنده دكان، يقدر يعاونك مثلا، يعلمك فنون التسعير، فنون البيع، علم التسويق، يعلمك هذه الأمور. يعلمك مثلك التجارب تاعه، يقدر حتى يعاونك تفتح الدكان تاعك. إذا ما عندكش من المحيط تاعك تقدر تجبر علاقات يعاونوك، علاقات سافي با ديسبروفيتي منهم، ليس بمعنى المال. فالله عز وجل خلقنا باش نعاونوا بعضياتنا، كما يقول المثل: الناس للناس. ها يلا نلخص الرغبة والقدرة والفرصة في جدول رفق. م? فنجعل الخانة الأولى للمجالات، يعني نعمروا المجالات اللي نحبهم. مثلا هنا وضعت 5 مجالات: الشريعة، إدارة، قيادة، تسويق، وهندسة. والتنقيط يكون على 10. فمثلا في الشريعة عندي الرغبة 9/10، الفرصة 10/10، والقدرة 9/10، فالمجموع 28. ففي هذه الحالة اختار شريعة ديريكت، صاير يعني راه باين واش خصني ندير في حياتي. إذا قارنا الشريعة بالإدارة، مجموع 28 و17 بعاد، فأفضل اختار الشريعة. إذا قارنا مثلا دروك الشريعة بالهندسة، فنجد أن الهندسة 26 والشريعة 28، بيناتهم نقطتين. معليش، تقدر تختار الهندسة وتقدر تختار الشريعة، شوف اللي تحب دروك، خاطر فيه زوج تقدر تمشي فيهم إن شاء الله. يلا، كيف يكون أفضل استثمار لوقتنا؟ الإجابة بسيطة، يجب أن نتبع المعادلة التالية. أولا، التخصص الذي أدرس فيه هو نفس التخصص الذي يجب أن أعمل فيه، هو نفس التخصص الذي يجب أن أتطور فيه. مثلا أنا درست لغة إنجليزية، ودرست لغة إنجليزية وأتطور في مجال اللغة الإنجليزية. فرضا نفترض، يعني مثلا أنا درست لغة إنجليزية وأعمل كإداري ومتطور في جمعية الحي، شيء جميل أفعله، لا، ولكن الاستثمار الوقت ناقص. فالأفضل نفس التخصص، نفس العمل، نفس مجال التطور. يلا كما وعدناكم دروك ندو لكم بعض القواعد الذهبية. أولا، حرام تضيعوا بقية حياتكم. إذا كنت في مجال خطأ والتخصص الخطأ غيره، ولكن لا تغيره ديرك، ما تغيراش ديرك، مخطط يليق لك تخطيط قبل أن تغير. الشيء الأول. الشيء التالي، خطأ أن تختار مجال حياتك بعد التخرج. نتخيلوا أنك درست مثلا تخصص هكا وما يخرجش، بجبرت باللي داك التخصص ما تبغيه ما والو، فتجي نضيع مثلا 3 سنين ولا 5 سنين ولا بزاف من حياتك. فالأفضل أنك تختار المجال باش يسهل عليك الاختيار في الجامعة. ثالثا، الاستخارة، ما خاب من استخارة، والاستعانة بمستشار.
جميل؟ يلا اليوم تطرقنا إلى أخطاء الاختيار، بينا لكم الرغبة، الفرصة، القدرة والدعم، وزودناكم بمفاتيح ذهبية أو قواعد ذهبية للاختيار الصحيح.